2025 تعتبر سنة سيئة جدا من ناحية الجودة لديزني، وهم طبعا محتاجينه بشكل جديد يطلعوا أي حاجة فيها نقاء السنة دي. محتاجين حرفيا يهربوا من العبث اللي حصل ويطلعوا منتج واحد بس يتقال عليه كويس. مش عارف الصراحة هل الفيلم ده يستحق ولا لأ، بس أنا قررت أدخل الفيلم ده من منظور شغف ومن منظور فضول. أنا ولا متوقع الفيلم ده يبقى عظيم ولا حتى يبقى في مستوى الفيلم الأول. أنا عايز أعرف بس الفيلم ده هيكون عامل إزاي. ومن أولها كده عشان محدش يزعل، لو هتتفرجوا على الفيلم ده بتركيز هتتعبوا شوية. الفيلم ده محتاج واحد يكون طافي دماغه خالص عشان يقول عليه فيلم عظيم. الفيلم نفسه بيحاول يكرر نفس السيناريو اللي حصل في الفيلم الأول كبناء عالم وكتابة، بس الاتنين واقع فيهم. من ناحية البناء فهو مش بيقدم أي حاجة جديدة. الفيلم كرنج بشكل بشع في أغلب الوقت. هتحس إن أغلب الفيلم ماشي كريتيف جدا أحيانا، وفي أحيان تانية هتلاقي دماغك اشتغلت. Oh, brother, this guy stinks! كتابة شخصية نيك زي الزفت في أغلب الفيلم، وتحس إنهم خدوا فكرة من طريقة كتابة باز في فيلم توي ستوري 4. وفي غباوة كتير بتحصل في الفيلم ده في أول فصلين، أو كليشيهات هبلة عشان يكون في حاجة حلوة محطوطة للأطفال عشان تتفرج. أنا مش فاهم إزاي شخصية نيك اتقل دورها في الفيلم ده قصاد الفيلم الأول، بس الفيلم بيعوض يعني الكلام دوت في الفصل الثالث. بالنسبة للفصل الأول والتاني، حرفيا اي حد هيتفرج على الفيلم ده هيحس امتى الفصل الاول خلص بالظبط وامتى الفصل التاني ابتدى. الموضوع سيء جدا، لان انت ما ينفعش تحسس اللي بيتفرج خالص ان في فصل جديد ابتدى في القصة. ولما نرجع تاني لحاجة زي الكتابة بره عن نيك وجودي، الشخصيات التانية يعني في شوية شخصيات تانية بتاخد وقت، بس اغلب الشخصيات مش بتاخد وقت على الشاشة. فانت ممكن تحس ان مشاهد كتير بتطول زيادة عن اللزوم، ومشاهد تانية بتجري بسرعة، وانت بتنسى اجزاء كتير في الفيلم بسبب انه مفيش حاجة تشوقك او موقف كبير يحصل زي الفيلم الاول. الفيلم الاول من اول ما ابتدى وفيه 50 مشهد بيلزق في دماغ المشاهد، عكس اللي موجود هنا تماما. الفيلم هيلاقي فرص يحط اكتر المواقف الكرنج اللي ممكن تشوفها في حياتك، واللي بالمناسبة مش بتوصل للمشاهد، اللي هي اصلا المفروض تبقى افيهات، بس الكتابة في الفيلم مش في احسن حالاتها، فهتلاقيها يا اما بتصيب يا اما بتخيب. هيلاقوا فرص اكتر بقى انهم يرموا كمية ريفرنسز لاي حاجة تانية ملهاش اي علاقة بالفيلم في وش المشاهد مباشرة. عشان بص، فاكر فيلم الفار الطباخ؟ ها ها فاكر فيلم رابنزل والريفرنس ده من الفيلم الاول؟ ها ها دي حاجات المفروض تتحط انها تبقى جانبية خالص، بس لأ، اللي بيحصل انه بيقطع اللي بيحصل في القصة عن عمد عشان يوريهم لك. بس على الجانب الاخر، ابشروا، هي مش كلها سلبيات لحسن الحظ يعني. الفصل التالت من الفيلم رائع جدا من اول نهاية الفصل التاني. في مشكلة انه هتتحس نهاية الفيلم اتكروتت والفيلم اغلبه كان محروق جدا، بس ما علينا. كويس جدا انه الفيلم كويس. في لحظة تويست فيلن اتنفذت بشكل كريتيف جدا في الفيلم ده الصراحة، وحرفيا دي أول مرة أتصدم في فيلم من إنتاج ديزني من تقريبا ما كنت طفل صغير، فدي حاجة تحسب لهم الصراحة. في سخرية من أفلام اللايف أكشن محطوطة كذا مرة في الفيلم ده، والفيلم بيحاول يوصل أكتر لجيل التيك توك، واللي أحيانا بيخلي مشاهد كتير ملهاش تقل كبير يشد المشاهد ولا حتى يفتكرها. بشكل عام لو طفيت دماغك خالص وانت بتتفرج على الفيلم ده هتلاقي الفيلم ممتع. هو مش احسن حاجة، وما تقلقش مفيش شغل شواذ للاطفال زي افلام ديزني التانية اللي نزلت السنة دي، بس الفيلم مليان ووك بروباجندا. الفيلم نضيف بس نخلي بالنا عشان الفيلم لسه ليبرالي بحت. الفيلم الاول على الجانب الاخر مازال احسن بكتير جدا للمشاهد العام، لكن الاطفال مش هتحبه بنفس القدر. الفيلم الأول فيه كتابة وإخراج، وأهم حاجة إنه راسي بيحترم اللي بيتفرج، عكس الفيلم التاني اللي عارف إن أغلب جمهوره بيستهلك محتوى برين روت وبيدوم سكرول على السوشيال ميديا وتيك توك. فعشان كده هنلاقي إنه محطوط عدد كبير جدا من الفان سيرفيس للناس اللي ما عندهمش حياة ومقضيينها ليل نهار على النت. وفي الآخر يعني بعيدا عن الآراء، الفيلم نجح إنه ينفذ اللي اتعمل عشانه. فيلم فوق المتوسط، أخد دعاية كويسة، ولم فلوس زي الفل. الجريمة الكاملة. شكرا للمتابعة، وستكون كانت يومكم بيس.